احنا قاعدين لنا 4 ساعات بننتظر بدنا عشان نقدر ندخل، مع ان القانون ان الساعه 2 في التسويق تبع من 2 ل 8 الصبح، وهي هم اخلفوا مواعيدهم، هم اللي مواعيدهم يعطوهم اياهم هم، وهي هم اتركوا هذا ظلم، ظلم وزور، يعني هذا ظلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا فيش في قوانين الدول ولا القانون الدولي بحرم العبادات، هذا عباده، احنا رحنا على المسجد الاقصى عباده، وين هي حريه الاديان الموجوده اصلا لما تتغنى فيها؟ فيش تسريح معي، رجعوا فكرت القى مناقصه وتسريح فيش، عاد لفيت اللفه ورجعت على الفاضي يعني. بدي نروح نصلي ما قدرناش، وحكوا لك فيش تسريح ما فيش عدد، فيش امكانيه بيحكوا. بدي نروح نصلي ما قدرناش، وحكوا لك فيش تسريح ما فيش عدد، فيش امكانيه بيحكوا. طب ليش بدهمش الناس تصل للمسجد؟ يعني والله ما بعرف شو مشكلة ال 27 هل مش احنا المسؤولين عنها؟ هذول التنسيق المنسق الاسرائيلي هو المسؤول عنها. انت تحط 27 وتانا يقول 26 وتحرم الناس كلها من الذاكر، هذا خطا متعمد مش خطا. احنا مشتاقين للاقصى وبدنا الاقصى ولا يمكن نتنازل عنه. رايح على الأقصى عشان الله بريدني ليلة القدر. كيف شايف التنكيل والله أنت شايف بعينك يعني شو بدنا قديش لك على المحسوب؟ اللي والله من 8:30 الصبح، ونقول ربنا يرحمنا برحمته. شو اللي بخليك تصر تروحي على المسجد؟ بدنا نأدي واجب ربنا، شو بدنا نصلي. ها يعني رغم التنكيل والقهر بنهافي والحمد لله رب العالمين. 8 الصبح وما رضوش يفتحوا لنا الباب، قالوا لا 2:30 عاودوا قالوا لا 3. طب مش حرام وظلم هذا؟ ابدا كانت بعين الله شوي بس لا رايحين نصلي على 12 ان شاء الله بنروح وبنصلي. شو اللي بخليكي مصرة تروحي على والله بدنا نروح نصلي ونقوم بالواجب تجاه ربنا الحمد لله رب العالمين، واقصانا والله ما نستغنيش عنه.